وبناء عليه اشتغلنا او انطلق الموقع بتاريخ 17/7/2012، والحمد لله بفضل يعني تشجيع المتابعين والجهات اللي هي قاعده تقريبا منذ سنه وشهرين تقريبا، صحيح؟ تقريبا من سنه وشهرين، والحمد لله مستمرين في هذا. نعم. كم عدد العاملين على هذا الموقع؟ يعني انا ما ابي افاجئك، لكن هو بالاخير هو عمل العبد لله اللي قدام. عمل فردي. عمل فردي، هو عمل فردي تطوعي شخصي. اذا كان الانسان عنده رساله وحاس بالمعاناه اللي الناس قاعده يعني تعاني فيها، العلم اللي موجود عندك اذا ما تعطينا حق الناس راح تنتهي مده صلاحيته. صحيح. وراح يكون عبء عليك انت. فبالتالي الناس محتاجه هذا النوع من العلم وهذا النوع من التوعيه. وعلى فكره كلمه توعيه هي كلمه شامله. من خلال احتكاكي مع الناس بشكل مباشر، وبالذات شريحه الشباب اللي انا مركز عليها، الناس مو بحاجه الى التوعيه، التوعيه حق الشخص اللي ما عنده معلومه. احنا قاعدين نحاول نعيد صياغه تقديم المعلومات بالنسبه لهم، ونسوي لهم مثل عمليه انعاش حق المعلومات اللي موجوده. واغلب المواضيع اللي انا اكتبها او اللي انا اغطيها هي من خلال المتابعين نفسهم، هم اللي قاعدين يزودوني فيها. فهذا يعني التعاون يكون بيني وبين المتابعين او القراء اللي موجودين. نعم. استاذ عادل، احنا يعني من خلال دردشتنا مساء برا الاستديو كان في نقطه وايد حلوه، يعني حتى حبيناها. يعني انا بس ما راح اخرب عن النقطه، بس ابيك تقولها تعيدها مره ثانيه. في شغله وريتني اياها، في صورتين وريتنا اياهم، اذا نقدر نوري حق المشاهدين. قبل راح اسال حسن، شفتهم 3 أو 4 لما فرجيك اياهم؟ انا صراحه هو لان هذه يعني سيكولوجيه. هلا راح نشوفها 4. ماذا نقصد؟ انا شفتهم 4. راح نشوف مع المشاهدين صورتين. احنا اللي نتكلم عنه ان دائما هم بالفتره الاخيره الناس ان منو سبب المشكله؟ مشكله الازدحام المروري، هل انا، هل انت، هل الجهات الحكوميه، الجهات الرسميه؟ كل انسان يراها من وجهه نظره. فانا حاولت اني انا اقربها بالصوره هذه اللي نعم اللي موجوده. يا ريت نشوفها على الكاميرا. ما ادري اذا كانت يعني انا شفتها 4 وحسن شايفها 4. اوكي، بس هن يا ريت نرجع نشوفها. اي تفضل. يعني هذه الصوره. طبعا اذا طلع من يعني تحت من جهه في شخص عم بيقول 3 والشخص الاخر يقول 4 والشخص الثاني قاعد يشوفها 3. لكن احنا في كل الحالات قاعدين نشوفها. يا ريت نرفعها شوي بس لنشوف قاعدين نشوف استاذ العزيز ان هي 4 نعم خطوط سوداء متشابكه. الان عشان انا ابين منو صاحب وجهه النظر الصحيحه، وعشان اوجد لها حل لابد اني انا ازيل نقاط التشابك اللي موجوده فيها، وابتدي انا الون اذا كانت الصوره واضحه او لا. ابتدي الون الصوره. نعم. فكذي تتضح عندي الرؤيه. اذا اتضحت عندي الرؤيه بانت عندي شنو المشكله اللي موجوده، بالتالي انا اعرف اني انا اوجد الحل حق الطريقه. صحيح. هذه. اما اذا بنظر الى المساله، مساله الازدحام او مساله المرور بانها وضع ماساوي، وضع اسود نلقي فيه الاتهامات بيننا سلبي، وضع بشكل سلبي، فاحنا ما راح نوصل حق حل. الحل اني انا وجهه نظرك صحيحه، وجهه نظري صحيحه. الان تعال لا نختلف منو صاحب وجهه النظر الصحيحه. تعال شنو الحل؟ يعني انت في كل مكان الناس تسالك شنو الحل، شنو حل الازدحام؟ او شلون اني انا اتعامل مع حركه المرور وغيرها من الامور. استاذ عادل، ذكرت قبل قليل انه عم تتعاون وعم تتعامل مع فئه الشباب من خلال توجيه الرسائل التوعويه. صحيح. انا بدي اعرف كيف بنقدر نوصل لهم لهذه الشريحه، يعني هذه الشريحه هي اصعب شريحه انه ممكن نتواصل معها ونوصل فكرتنا لها بطريقه مقبوله. حلو. فكيف عم تقدر توصل فكرتك؟ الحقيقه يعني احب فئه الشباب، واكثر فئه متعاونه فئه الشباب. في حال وفرت لهم الدعم المطلوب، وفي حال انك انت تكلمت عنهم، تكون العلاقه في التوجيه ما فيها علاقه افعل او لا تفعل، ما فيها اوامر ونواهي. انا لاني انا احبك، خايف عليك، ابي اعطيك هالمعلومه، ابي اتناقش معك في هذه المعلومه. الحقيقه انا عملت كثير من اللقاءات مع الشباب، عملت كثير من التغطيات، بل اني انا يعني خلال الاشهر اللي فاتت عملت اكثر من حدث رياضي داخل مملكه البحرين، استقطب فيه شباب اللي هم دون سن 18 سنه، واعطيهم محاضرات توعويه داخل حلبه البحرين للسباقات. انا اشاركهم داخل السباق، قبل السباق اعلمه على التوعيه والامور السيفتي والامور هذه كلها، واقول له نفس ما تعلمت انت داخل الحلبه، اذا طلعت اجازه وصرت انت على الشارع، انقل خبرتك هذه اللي انت الحين تعلمتها، انقلها على الطريق. الطريق ليس حلبه، فبالتالي انت ما تقدر تمارس هوايتك داخل الطريق. صحيح. هوايتك اللي تقدر تمارسها في الاماكن مخصصه لها. بالضبط. وبالنسبه يعني في رياضات او في يعني ناس
بخصوص الفترة الأخيرة اللي في يعني وايد رياضات يعني في السيارة أو في السياق، يعني منها الدريفتنج، منها السباقات، منها شلون يعني، لأن ما عندنا هالشيء وايد. اوكي، فاهم علي؟ فشلون ان نقدر يعني ممكن نسيطر في نسبة على تصرفات هالاشخاص اللي يحاولون ان يطلعون هالرياضة هذه في الشارع. اوكي، لانه مو مكانها. الان الشارع بشكل عام ليس مجال للرياضة، لاي نوع من الرياضات. يعني حتى رياضة المشي اذا تبي تمشي على ريلك، فالشارع ليس مخصص لهذه الرياضة، فبالتالي قيس على الامر هذا كله. استاذ حسن، انت عندك في مجتمع الكويت 61% شباب، فأنت لازم تشرع قوانين تخدم الشباب، ما توجد قوانين توقف من طموح الشباب. اندفاع. بس خلني أقنن أنت رياضتك هذه اللي أنت تحبها، بدال لا تمارسها في مكان خطر، لا تعال عندي أنا أعلمك شنو أصول ممارسة الرياضة، وأختار لك المكان المناسب وفي الوقت المناسب، بحيث تمارس رياضتك وترجع حق أهلك سالم. وهو الهدف الأساسي من عملية التوعية هذه، أنك أنت تطلع من البيت تخلص مشوارك ترجع مثل ما أنت طلعت إذا ما كنت أحسن. فإذا تبي تستقطب الشباب مثل ما قلت لك أستاذ العزيز، لازم تكون علاقتك معاهم بشكل مباشر، رسالة موجهة بشكل مباشر، وتوصل معاهم وتوفر لهم الأماكن. غير كذي ترى أنا ما بتصور هي الأماكن متوفرة. بعتقد أنه السباق أو أي عمل بالدراجة النارية عمل عشوائي ممكن أن يمارس بعيدا عن الطرقات بالضبط. العامة للأسف يمكن التوعية، خلينا نحط الإصبع على الجرح وعلى مكان الخلل يمكن بالتوعية هؤلاء الشباب أنه ممكن يدفعوا الثمن حياتهم إذا مارسوا ما يفعلونه في الشارع. يعني مو بس حياتهم، يعني يمكن حياة غيرهم، الناس اللي مرتبطين فيهم. يعني هو مثلا فرد وراح الله يرحمه، لكن في أسرته، في المجتمع اللي هو يعيش فيه، الدولة اللي تعبت عليه من يوم هو يعني تو طالع من المهد على قولتهم إلى اللحد، فهذه الخسارة كلها تترتب عليه. بس خلينا نتكلم عن شيء اللي هو مفهوم السلامة. دائما الناس تتكلم أيضا عن مفهوم السلامة وغيره من الأمور هذه كلها. عشان أنا أحقق مفهوم السلامة أو مبدأ السلامة على طريقي، هي معادلة 1 زائد 1 يساوي سلامة. وعي زائد أمان يساوي سلامة مرورية. إذا ما عندي وعي وأنا أستخدم الطريق سواء كنت قائد أو ماشي، فأنا ما راح أأمن السلامة. وإذا كان عندي وعي ما عندي أمان، ما راح أحقق السلامة. وراح أعطيكم مثال صغير. إذا أنت تسوق السيارة وحاط حزام الأمان، فأنت موفر الأمان بالنسبة لك. لكن إذا كنت تستخدم الهاتف النقال مثلا سواء باليد أو بالهاند فري، فأنت ما عندك وعي، فأنت ما راح تحقق مبدأ السلامة. وقيس على الأمور هذه كلها. وإحنا لما نتكلم عن التوعية ما نتكلم على فقط الشخص اللي يقود السيارة، أيضا الشخص اللي ماشي على ريوله، اللي هم المشاة اللي يشكلون الحلقة الأضعف على الطريق، وهم مكمن الخطر. يعني لازم توصل لهم الرسالة باللغة اللي يفهمونها وبالصورة التوضيحية اللي تغنيك عن الكلام هذا كله. لأن مع الأسف هني نشوف الناس، يعني في ناس تخطر الشارع في شارع خط رئيسي، يعني شوارع فيها يعني السرعة المحددة فيها عالية، يمكن في حالات دحس كثير حدثت بسبب هذا الأمر. لأن طريقة يعني عبور الشارع هذه، المكان اللي عابر فيه الشارع صحيح هو غلط. صحيح. فهي مثل ما قلت لك أستاذ حسن، يعني المخالفة المرورية بشكل عام للطريق مو شرط اللي يرتكبها قائد السيارة، ناتجة عن أكثر من سبب. إما أنه يكون عالم بس ساهي، يعني يعرف القانون بس أنه هو ساهي عن تطبيقه، أو أنه يكون جاهل، أو أنه يكون عالم بس أنه هو متعمد في تجاهل هذه المعلومة. فبالتالي المحصلة راح تكون واحدة، سواء كان ساهي أو جاهل أو متعمد، فهي النتيجة راح تكون واحدة، ترتب عليها حادث. هذا الحادث إما يشكل خسارة حق الشخص نفسه أو على المحيط اللي حواليه. نعم، هناك عدة نقاط ذكرتها حضرتك بلقاءات سابقة، أنه الحادث ينتج عن 6 نتائج. شو هن ال6 نتائج؟ احنا اللي تكلمنا عنه، اللي قاعد نتكلم عنه، ان الخسائر اللي تترتب على الحادث المروري، الخسائر النفسيه والماديه والبشريه والاملاك العامه والخاصه وغيرها. لكن الاغرب من هذا، انا لما جيت عملت دراسه او عملت اصدار عن حوادث المرور، في واحده من الدراسات صارت في امريكا في بدايه الثمانينات من العقد الماضي، ان الحادث الواحد يحتاج الى مجهود 12 فرد، وال12 فرد هذيلا يشتغلون في اليوم 6 ساعات لمدة 20 يوم، أي إجمالي 1440 ساعة عمل، بما يعني أن هذه الفترة كافية لإنتاج 15 سيارة متوسطة الحجم أو مواد غذائية تكفي أسرة مكونة من 3 أفراد لمدة 2 شهرين لقدام.
في الحادث الواحد ونتيجته يعني ما راح تكون خسارتها بسيطه، لكن خسارتها مو بالدقائق، هي بالسنوات اللي قاعده تضيع منها. نعم. نحن بدنا نستعرض مع المشاهدين النشرة